ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما في افضل احوال. رجعنا لكم تاني بجزء جديد من سلسلة انمي انيوشا. كنا شفنا في الاجزاء اللي فاتت الرحلة اللي بدأها انيوشا وابطالنا في التصدي لناراكو وانتصارهم في بعض القتالات، وسبناكم مع ابطالنا في اخر مرة وهم مقررين يستكملوا الرحلة دي حتى بعد اخر احداث اتعرضوا ليها. فلو حابين تسترجعوا ذكريات الرحلة هنسيب لكم اللينكات في التعليق المثبت، ولو حابين تعرفوا ايه اللي هيحصل خليكم معنا. بتمر ايام وبنشوف ناراكو مع كانا في القلعة وفي ايده قلب كاجورا، وبيقول انه مش هيسيبها تفلت من ايده. في نفس الوقت بنشوف كاجورا قدام زنزانة وبتلاقي جوريومارو محبوس جواها، فبتسأله هو ايه بالظبط وليه ناراكو حبسه. ساعتها بيوصل هاكودوشي وبيطلب منها تخرجه من السجن لو عاوزة تاخد حريتها، وبيعرفها انهم هيقتلوا ناراكو وخصوصا انهم عارفين مكان قلبه، بس قوتهم لسه مش كافية علشان كده محتاجين باقي قطع الجوهرة. بنروح لإنيوشا وكاجومي اللي بيهاجمهم نحل ناراكو، وبيظهر هاكودوشي في المكان، وللأسف بيقدر النحل ياخد قطع الجوهرة اللي مع كاجومي، بس بيوصل لميروكو وبيكون على وشك انه يستخدم نفق الرياح، لكن بتمنعه سانجو علشان النحل، فبيخرج إنيوشا تسايجا وبيطلق جرح الرياح في اتجاه هاكودوشي، لكنه للأسف ما بيقدرش يصيبه، وبياخد هاكودوشي قطع الجوهرة وبيسيبهم وبيمشي. فبيتعصب إنيوشا جدا، بس بتعرفهم كاجومي إنها حاسة إن قطع الجوهرة لسه قريبة منهم. وفي نفس اللحظة بنشوف كوجا في مكان قريب وبيتفاجئ بموريومارو قدامه، وفي قرية قريبة بنشوف شيطان في هيئة ذئب ضخم بيهاجم أهلها، بس بيظهر كوهاكو وبيقدر يقطع راسه في ثواني، لكن راس الشيطان بتطير وبتهرب من المكان، فبيروح كوهاكو بسرعة يطاردها، لكنه بيتشتت للحظات وبيقدر الشيطان يصيب دراعه، بس بيقدر كوهاكو هو كمان يصيبه، لكن بيخرج شيطان غريب وبيهرب من المكان، وبنكتشف انه هو اللي كان مسيطر على الذئب. ساعتها بيقابل كوهاكو طفل ووالده، ولما بيشوفوا كوهاكو مصاب بياخدوه معاهم علشان يعالجوه، بس بيظهر الشيطان تاني وبيسيطر على الطفل وبيهاجمهم، فبيفتكر كوهاكو والده وعشيرته وبيقرر ينقذ الطفل بأي طريقة، وبالفعل بيقدر بعد شوية انه ينقذه، بس بيهرب الشيطان مرة تانية، فبيروح كوهاكو يطارده. ساعتها بتظهر كاجورا وبتقضي على الشيطان، وبتعرف كوهاكو انها عرفت مكان قلب ناراكو، بس علشان تقدر تقضي عليه فهي محتاجة قطعة الجوهرة اللي معاه، وبتبدأ تهاجم كوهاكو علشان تاخدها منه. وعند كوجا بيدور قتال بينه وبين موريومارو، بس للأسف بيكون موريومارو مسيطر على القتال، وعلى آخر لحظة وقبل ما يمتص كوجا مع قطع الجوهرة بيوصل سهم وبيصيب موريومارو إصابات خطيرة، فبيهرب من المكان، وبيتضح إنها كيكيو اللي بتكون فاقدة قوتها بشكل كبير. بنرجع تاني لكاجورا اللي بتكون لسه بتطارد كوهاكو، لكنها بعد شوية بتقرر تسيبه يهرب، بس للأسف بيظهر هاكودوشي وبيقول إنه مش هيديها الفرصة تخونهم زي ما خانت ناراكو، فبتستخدم كاجورا ريشة من بتوعها وبتبعد كوهاكو عن المكان، وبتبدأ تقاتل هاكودوشي بنفسها، لكنه للأسف بيكون على وشك إنه يقضي عليها، بس على آخر لحظة بيوصل إنيوشا وبيستخدم جرح الرياح وبيتصدى للهجوم. في نفس الوقت بيوصل باقي أبطالنا وبيبدأ إنيوشا يهاجم هاكودوشي بتقنية وابل الشظايا الصلبة، بس بيختفي هاكودوشي قبل ما تصيبه. ساعتها بيوصل جوريومارو عندهم وبيهاجم إنيوشا، فبيتصدموا إنه لسه عايش، والصدمة الأكبر إن جسمه بيتحول وبياخد شكل موريومارو، وبيتضح إنهم هما الاتنين نفس الشخص. وبيظهر هاكودوشي تاني وبيديله قطعة الجوهرة اللي أخدها من كاجومي، فبيعالج بيها الجرح اللي سببته كيكيو. وقتها بيفهم أبطالنا من كاجورا إن الجزء التاني من الرضيع جوه موريومارو، وإنه هو قلب ناراكو اللي بيدوروا عليه، فبيروح إنيوشا يهاجمه بسرعة، لكن بيخرج موريومارو غاز سام وبيهرب من المكان. فبيروح إنيوشا يهاجم هاكودوشي تاني باستخدام وابل الشظايا الصلبة، لكنه بيختفي من قدامهم وبيظهر ورا كاجورا وبيقبض عليها، وللأسف ما بيقدرش إنيوشا يهاجمه لأنه بيستخدمها كدرع، بس وقتها بتهاجمه كاجورا باستخدام ريحها وبتقدر تصيبه، لكنه بيقول إنها مهما تهاجمه فمش هتقدر تأثر فيه. وأثناء ما كل ده بيحصل بنكتشف إن ناراكو بيراقبهم باستخدام مراية كانا، والمفاجأة إنه بيلغي الدرع من حوالين هاكودوشي،
فبتقع كاجورا على الأرض، وعلى طول بيستخدم إنيوشا ضربة جرح الرياح وبيصيبه. وبيكون ميروكو على وشك إنه يستخدم نفق الرياح ويقضي عليه، بس بيظهر نحل ناراكو في المكان فبتمنعه سانجو، لكنهم بيتفاجئوا إن النحل سابها كودوشي ومشي. فبيتعصب هاكودوشي جدا وبيعرف إن ناراكو بيساعدهم، فبيطلق غاز سام في المكان، بس بتقدر كاجومي تنقيه باستخدام القوس بتاعها. فبيتعصب أكتر وبيروح بسرعة علشان يقضي على كاجورا، بس وقتها بيستخدم ميروكو نفق الرياح وبيمتصوا المرة دي تماما. وبالرغم من انهم قضوا على هاكودوشي الا انهم بيكونوا زعلانين ان ناراكو استغلهم علشان يعمل كده. فبتطلب كاجومي من كاجورا انها تنضم ليهم، لكنها بترفض. فبيقول إنيوشا انهم هيساعدوها تسترجع قلبها من ناراكو، وبيطلب منها تفضل عايشة. فبتسيبهم وبتمشي وهي بتقول انها تفضل عايشة حتى لو ما طلبوش منها ده. بنروح لكوهاكو اللي بيستخبى علشان سانجو ما تقدرش توصله، لكن للأسف بيظهر موريومارو من وراه وبيمسكه، وبيكون خلاص على وشك انه يقضي عليه وياخد قطعة الجوهرة منه. بس بتوصل سانجو وبتصيب موريومارو باستخدام ضربة هيرايكوتس القوية. وقتها بيطلب كوهاكو منها تبعد، فبتعرف انه استعاد سيطرته على نفسه وذاكرته. وقتها بيهاجمهم موريومارو بكل قوته، لكن على آخر لحظة بيوصل إنيوشا وبيطلق عليه تقنية وابل الشظايا الصلبة وبيصيبه. فبيهرب موريومارو من المكان وبيوصل باقي أبطالنا. وبتروح سانجو تتكلم مع كوهاكو اللي بيطلب منها تسيبه يكمل طريقه لوحده، لكنها بترفض. وبتروح كاجومي هي كمان علشان تقنعه يفضل معاهم. في نفس اليوم بالليل بيوصل أبطالنا لقرية صائدي الشياطين، وبتروح سانجو وكوهاكو لقبر والدهم، وبيحس كوهاكو بالذنب في إنه قتلهم. وعند إنيوشا وباقي أبطالنا بيظهر ميوجع وبياخدهم لكهف ميدوريكو، وبيقول إن في حاجة غريبة بتحصل. وبالفعل لما بيوصلوا بيشوفوا جوهرة غريبة مكان قلب ميدوريكو، وحاجز جديد حوالين التمثال مش بيخليهم يدخلوا. ووقتها بيشم إنيوشا ريحة شخص في المكان، وبيطلب منهم إنه يراقب التمثال بنفسه. وبالفعل بيرجع باقي أبطالنا للكوخ، وبيفضل إنيوشا جنب تمثال ميدوريكو. وفجأة بيخرج واحد من جميع الأرواح الخاصين بكيكيو من جوه التمثال، فبيطاردوا إنيوشا لحد لما بيوصل لشلال، وبيتفاجئ بكيكيو عنده. وبتعرفوا كيكيو إن قوة كاجومي ما كانتش كافية إنها تطهر الجرح اللي سببه ناراكو، بس بما إن روحها متوافقة مع روح ميدوريكو، فبالتأكيد لما تاخد روح ميدوريكو حتى لو ميتة فده هيساعدها تقضي على ناراكو. ساعتها بيديها جمع الأرواح روح ميدوريكو وبتندمج مع جسمها، بس بتفقد كيكيو قوتها وبتكون على وشك إنها تغرق. فبيروح إنيوشا بسرعة وبينقذها، وبيتفاجئ إن الجرح اللي سببه ناراكو اختفى. في نفس الوقت عند باقي أبطالنا بتحس كاجومي بحاجة غريبة بتحصل، وبتشع جوهرة كوهاكو بنور غريب، وبيسيب المكان وبيجري. فبيروحوا بسرعة كلهم وراه، بس المفاجأة إنهم بيلاقوا جامعي أرواح كيكيو قدامهم. ومرة واحدة بيظهر حاجز بيمنعهم إنهم يكملوا ورا كوهاكو. بنرجع لإنيوشا اللي بيتكلم مع كيكيو، وبيفهم منها إنهم مستحيل يقتلوا ناراكو حتى لو دمروا جسمه مليون مرة. علشان كده فالطريقة الوحيدة اللي هتخليهم يقتلوا إنهم يجمعوا قطع الجوهرة كلها، وأول لما يندمج معاها هيطهروها. فبيستنتج إنيوشا إن بكده كوهاكو هيموت هو كمان، فبيحاول يمنع كيكيو لكنها بتطير بعيد عن المكان. وبيظهر كوهاكو ورا إنيوشا وبيقول إنه مستعد يعمل أي حاجة علشان يقتل ناراكو وينتقم لعشيرته. وبيسيبوا كوهاكو وبيروح ورا كيكيو بعد لما بيطلب منه ياخد باله من سانجو. وفي مكان تاني بعيد بيظهر موريومارو وبيهاجم وحش البحيرة، وبيظهر جزء الرضيع التاني من جواه، وبيأمره إنه يمتص الوحش ويكتسب قوة درعه الجبارة. بنروح لكوجا ومساعديه اللي بيكونوا في طريقهم لمقبرة الذئب الشيطاني، لأن كوجا قرر يوصل لأقوى سلاح للعشيرة واللي اسمه غورايشي علشان يساعده في قتاله ضد ناراكو. وبالفعل بيوصلوا لمكانه، بس فجأة بيظهر حارس المقبرة وبيكون عبارة عن ذئب شيطاني ب3 رؤوس وبيقف في طريقهم. فبيدور قتال عنيف بينه وبين كوجا، بس أثناء القتال بتشع الجوهرتين في رجل كوجا وبتوقفوا عن الحركة لثواني. فبيحس حارس المقبرة بيها وبيقول له إن القطعتين مش ملكه، وعلشان كده هم اللي بيتحكموا فيه. وبيستمر القتال بينهم لحد لما بيقدر كوجا أخيرا يوصل للغورايشي، بس للأسف بيكون حارس المقبرة على وشك إنه يقضي على أصحابه. فبيسيب الغورايشي وبيروح بسرعة ينقذهم، وللأسف بيختفي الغورايشي من المكان. فبيتعصب حارس المقبرة أكتر وبيبدأ يهاجمهم تاني، بس فجأة بيظهر الغورايشي في إيد كوجا فبيستخدمه علشان يقضي على الحارس، وبالفعل بينجح.
وبيختفي الغريشي تاني. فبيفهم كوجا انه خلاص بقى متحد مع جسمه، وبيخرج صوت من المقبرة وبيفهمه انه لما قرر انقاذ اصحابه ده خلى الغريشي يبقى من حقه. بتروح لكاجورا اللي بيظهر قدامها ناراكو وبيعرفها انه هيرجع لها قلبها، وبالفعل بيعمل كده، بس للاسف بيهاجمها بعدها وبيصيبها اصابات خطيره. في نفس الوقت في مكان قريب بنشوف سيشومارو اللي بيعرفوا جاكن ان قلب ناراكو قريب منهم، فبيخرج توكي جين وبيطلق هجوم قوي على كهف قريب. فبيظهر موريومارو وراه بعد لما امتص درع الشيطان واكتسب قوته، وبيبدأ سيشومارو يهاجمه باستخدام توكي جين، لكنه بيمتص كل ضرباته وبيرجعها له مرة تانية. وللأسف بيقدر موريومارو يمسك سيشومارو وبيقول انه هيمتصه هو كمان. وعند كاجورا بتكون الجروح اللي أصابها بيها ناراكو خلاص على وشك انها تموتها، وبيوصل ريحة دمها عند سيشومارو وموريومارو اللي بيعرفهم ان بالتأكيد ناراكو قتلها. وقتها بيتعصب سيشومارو جدا وبيحرر نفسه من أذرع موريومارو وبيوجه له هجوم قوي بيكون على وشك انه يقضي على قطعة الجوهرة اللي معاه. فبيقرر ينسحب من المكان، بس للأسف بيتكسر التوكيجين هو كمان، فبيسيبه سيشومارو وبيقول انه مش محتاج سيف مكسور. وبيروح بسرعة المكان كاجورا اللي بتتفاجئ اول لما بتشوفه، بتقول انه بالتأكيد كان مفكرها ناراكو. بس المفاجأة الأكبر لما بيعرفها سيشومارو انه كان عارف انها هي وبرضه جه علشان يشوفها، بس بيكون عارف ان حتى قوة تنسيجا مش هتقدر تنقذها. فبتقول له كاجورا انها سعيدة انه هيكون اخر واحد هتشوفه، وبيتدمر جسمها تماما. وساعتها بيوصل إنيوشا مع باقي أبطالنا اللي بيزعلوا لما بيعرفوا اللي حصل لكاجورا، فبيقول لهم سيشومارو إنها كانت سعيدة لإنها ماتت حرة، وبيسيبهم وبيمشي. تاني يوم بيوصل توتوساي عند سيشومارو وبيعرفوا إن تنسيجا هو اللي استدعاه لما حس بتغيير في قلبه وحزنه على كاجورا. فبيطلب توتوساي منه تنسيجا وبيقول إن جه الوقت لإعادة حدادته مرة تانية بشكل أقوى. في نفس الوقت بيرجع أبطالنا القرية عند الزعيمة كايدي وبيعرفوها اللي حصل، وإن كيكيو هي كمان دلوقتي بتحاول تجمع كل أجزاء الجوهرة. وبيقول ميروكو إنهم لازم يقتلوا ناراكو قبلها لو عاوزين يحافظوا على حياة كوهاكو. بس بتتردد سانجو في البداية وبتقول إنها رغبة كوهاكو، لكنها في النهاية بتقتنع بكلام ميروكو. وعند كاجومي اللي بترجع عالمها مرة تانية بيوصل إنيوشا بالليل علشان يرجعها، وبالفعل بترجع معاه وبيتقابلوا مع باقي أبطالنا. وأثناء ما بيكونوا ماشيين في الغابة بيحسوا بحد بيراقبهم، وفجأة بيحصل هجوم وبيقع شيبو في الأرض. فبيسحب إنيوشا تسايجا وبيطارد الشخص اللي هاجمه. وقتها بنشوف واحدة بتراقبهم وبتقول إن هدفها هو سيف إنيوشا. وبعد لحظات بيظهر قدام أبطالنا مكان شكله غريب في الغابة، وبيظهر أشخاص بيطلبوا منهم يدخلوا يستريحوا. فبيوافق ميروكو على طول، بس بترفض سانجو بتعرفهم إن ده قصر الشيطان. بس طبعا ما بيسمعش ميروكو تحذيرها وبيدخلوا المكان بالفعل. ساعتها بتظهر بنات وبتقعد تتكلم مع ميروكو، وفجأة بتنزل تعويذ من السقف وبيتغير شكلهم لثعالب شيطانية وبيهربوا من المكان. فبيلاحظ أبطالنا اختفاء شيبو وبيرجعوا يدوروا عليه. في نفس الوقت بيفوق شيبو في الغابة وبيظهر قدامه 3 ثعالب شيطانية، وبيعرف منهم ان ده وقت اختبار للفصيلة بتاعتهم في الخداع. وكل شيطان له رتبة بيترقى لما بيقدر ينفذ خدع على الناس. ساعتها بيسمعوا صوت كاجومي فبيسيبوا شيبو بسرعة وبيروحوا علشان يخوفوها. فبيحاول شيبو يلحقهم، بس بيظهر إنيوشا وبيضربه لأنه اختفى مرة واحدة. فبيتضايق شيبو وبيخرج خدعة من خدعه وبيضربوا بيها. والمفاجأة ان التعويذة بتنزل لشيبو وبتعرف انه بقى في الرتبة 25. بس لما بيروح ال3 ثعالب بيخوفوا كاجومي بتفكرهم أصحاب شيبو، وبيوصل إنيوشا هو كمان وبيضربهم، وبيجي لهم تعويذة الفشل في الاختبار. فبيهربوا من المكان بسرعة، لكنهم بيقابلوا شيبو بعد شوية وبيعرفوا انه ترقى 5 رتب مرة واحدة. فبيكونوا مبهورين من قوته. والمفاجأة بقى ان شيبو بيقرر يكمل في الاختبار على حساب إنيوشا، وبيبدأ الثعالب الشيطانية مع شيبو في تنفيذ الخدع على أبطالنا وبينجحوا في معظمها. وقتها بيبدأ ميروكو يشرح لأبطالنا عن الاختبار، وبيحاول أبطالنا يتخطوا الخدع في كل مرة، بس للأسف بتستخدم الثعالب الشيطانية نقطة ضعف كل شخص فيهم. وبيستمر إنيوشا في مطاردة شيبو اللي بيقدر كل شوية يوقعه في خدعة من خدعه. فبيتعصب إنيوشا أكتر وبيبدأ يهاجمه لحد لما خدع شيبو بتخلص كلها وبيكون على وشك إنه يمسكه، لكن وعلى آخر لحظة بيقع إنيوشا في آخر فخ كان شيبو مجهزه، وعلى طول بيترقى شيبو للرتبة 24 في الثعالب الشيطانية. فبيطاردوا إنيوشا تاني وبتستمر المطاردة لحد لما بيطلع النهار، وبيحس إنيوشا بتواجد شخص في الغابة فبيهاجمه باستخدام جرح الرياح. وللأسف الهجوم بيكون قريب جدا من شيبو اللي بيترعب من اللي حصل.
ساعتها بتظهر بنت جنبه بتقول ان اسمها موجينا، وبيتضح انها نفس الشخص اللي كان بيراقبهم، وبتعرض عليه المساعده في التصدي لانيوشا، فبيوافق. وبيبدا الاتنين يستدرجوا انيوشا انه يستخدم هجوم جرح الرياح اكتر من مره، ومع كل مره بيستخدم انيوشا فيها جرح الرياح بتمتص موجينا كل طاقه الهجمات باستخدام سيفها، وبيفضل انيوشا يستخدم جرح الرياح اكتر من مره، بس للاسف بيفقد تسايجا كل طاقته وما بيقدرش انيوشا يستخدم جرح الرياح تاني. وقتها بتظهر موجينا مع شيبو، بتطلق هجوم جرح الرياح باتجاه انيوشا، فبيبعد كاجومي وبيتصدى للهجوم لوحده، وبيفهم شيبو ان موجينا كانت بتستغله علشان تمتص طاقه تسايجا، فبيتعصب جدا وبيقرر ينتقم لموت انيوشا. بس بيجي انيوشا وبيوقفه وبيقول ان هجوم ضعيف زي ده مستحيل يأثر عليه، وبيبدأ يهاجم موجينا وبيكشف حقيقتها، وبتكون عبارة عن راكون شيطاني بيتنكر في هيئة بنت. فبيتكلم الراكون وبيقول انه سيف داكي مستحيل ينهزم بواسطة سيف ضعيف زي تسايجا، بس بيقدر انيوشا يكسر السيف في ثواني وبيطيره بعيد عن المكان. وبيعرف انيوشا شيبو ان تسايجا هو كمان بيمتص الطاقة الشيطانية، بس بينه وبين نفسه بيقول ان قدرة داكي على امتصاص الطاقة الشيطانية أقوى من تسايجا بكتير، فبيقرر إنه يروح يسأل توتوساي. في نفس الوقت بنشوف توتوساي مع سيشومارو وسيفو تنسيجا، وبيطلب منه يختبر قوته الجديدة، وقتها بيظهر عندهم غول شيطاني ضخم، فبيروح سيشومارو يهاجمه، بس الهجمة مش بتأثر نهائي في البداية، لكنها بعد ثواني بتفتح طريق لعالم الأموات وبتسحب جزء من الغول جواه. فبيفهمهم توتوساي إن دي قوة تنسيجا الجديدة واسمها ميد زانجيتسوها، وبيقول ان تنسيجا مش بس بيقدر يموت مبعوثين ارض الموت، هو كمان بيقدر يفتح الطريق لارض الموت. وفي نفسه بيقول انها قوة خطيرة انها تكون مع سيشومارو، بس بما انها ارادة تنسيجا نفسه فبالتأكيد عنده اسباب. واثناء كلامه بيفكر سيشومارو في كاجورا، وبتظهر ريحها في المكان، وبياخد رين وجاكن وبيسيب توتوساي وبيمشي. بعد شوية بيقابل سيشومارو مجموعة من الشياطين وبيستخدم عليهم ميد زانجيتسوها، وبيفتح الطريق لعالم الأموات مرة تانية وبيقضي عليهم، لكنه بيفتكر كلام توتوساي وبيقول إن قوته لسه مش كافية علشان يفتح الطريق كامل لعالم الأموات، وإنه لسه محتاج يتدرب على استخدام قوة تنسيجا الجديدة. في نفس الوقت بيوصل إنيوشا عند توتوساي وبيسأله عن داكي، ولما بيشوف توتوساي السيف بيقول إنه مجرد تجربة فاشلة، وهو ده السبب الوحيد اللي خلى إنيوشا ينتصر في القتال. بس إنيوشا مش بيهتم لكلامه وبيقول إنه لازم يحصل على قوة داكي ويدمجها مع تسايجا، فبيحذروا توتوساي تاني إنه لو قاتل سيف داكي الحقيقي وخسر القتال فتسايجا هيفقد قوته للأبد. بعد شوية بنشوف حداد في قرية قريبة وهو بيقول إنه قدر يدمج حراشف التنين داكي في السيف اللي بيعمله، بس بيوصل داكي وبيهاجم القرية وبيطلب السيف منه، وبيكون على وشك إنه يقضي عليه، لكن بيوصل إنيوشا وبيهاجمه باستخدام جرح الرياح، بس للأسف ما بيتأثرش داكي بالهجوم بسبب الدرع اللي بيستخدمه، فبيروح إنيوشا يهاجمه تاني، لكنه بيمتص كل هجمات تسايجا وبيشحن بيها الدرع بتاعه، وبيطلق الطاقة اللي جمعها في اتجاه إنيوشا اللي بيكون مستني الهجوم ده بالفعل، وبيستخدم الموجة المرتدة، فبيرجع الهجوم تاني لداكي وبيحطم الدرع بتاعه. بس المفاجأة ان الحداد بيروح عند داكي وبيقتله بالسيف بتاعه، وساعتها السيف بيندمج مع حراشف داكي، فبيقول الحداد انه بكده اخيرا قدر يصنع سيف داكي الاصلي. في نفس الوقت وفي مكان تاني بنشوف شيطان ضخم بيهاجم مجموعة من الذئاب الشيطانية وبيقدر يقضي عليهم، لكن بيفضل طفلين منهم فبيكون على وشك انه يقضي عليهم هم كمان، بس بيظهر شخص تاني وبيوقفه وبيعرض على طفل منهم قطعة من الجوهرة المقدسة. بعد شوية بنشوف كوجا هو ومساعديه وبيوصل عندهم نفس الطفل، وبيقاتل كوجا وبيطلب منه يسلمه قطع الجوهرة اللي معاه، لكن بيرفض كوجا وبيتصدى لكل هجماته، فبيهرب الطفل من المكان وبيطارده كوجا لأنه شمم ريحة ناراكو خارجة منه. بنرجع لإنيوشا اللي بيقول له الحداد إنه هيمتص طاقة تسايجا لأن هدفه الوحيد إنه يعمل أقوى سيف في العالم، وإنه قضى حياته كلها في المحاولة لحد لما قابل داكي. وبالفعل بيبدأ الحداد يهاجمه، فبيفهم إنيوشا إن سيف داكي بدأ يسيطر عليه، وبيدور قتال عنيف بينهم، ومع كل ضربة بيمتص داكي جزء من طاقة تسايجا لحد لما بيحصل شرخ فيه، فبيحاول إنيوشا يهزمه قبل ما يفقد تسايجا كل قوته. والمفاجأة إن تسايجا بيخرج رياح حواليه علشان يحمي نفسه من هجمات داكي، وبالفعل بينجح في ده وبيطير الحداد وبيوقعه في الأرض.
ساعتها بيستخدم الحداد كل الطاقة اللي جمعها من تسايجا وبيطلق هجمة جرح الرياح اتجاه إنيوشا اللي بيتصدى للهجوم باستخدام الموجة المرتدة. وللأسف وقتها السيف بيسيطر على جسم الحداد بالكامل، لكن بيحصل شرخ فيه هو كمان لأنه مش قادر يمتص طاقة تسايجا كلها، وفي نفس اللحظة بيفقد تسايجا قوته كاملة وبيتحول لسيف عادي. لكن إنيوشا ما بيستسلمش وبيروح يهاجم الحداد وبيقول إنه مش هيضيع الفرصة اللي صنعها تسايجا، وبالفعل بيكون على وشك إنه يكسر السيف، بس السيف بيستخدم جسم الحداد علشان ياخد الضرر مكانه، فبيموت الحداد وبيفضل السيف اللي بيتكسر بمجرد لما بيقع على الأرض، وبتخرج منه كل الطاقة اللي امتصها وبترجع لتسايجا مرة تانية. فبيرجع تسايجا لشكله مرة تانية وكمان بيمتص قوة داكي وبيتغطى بالحراشيف بتاعته. بنروح للطفل مرة تانية اللي بيوصل عند الشخص اللي اداله قطعة الجوهرة وبيطلب منه يسلمه أخوه، لكنه بيرفض لأنه فشل في إنه يجيب قطع الجوهرة من كوجا. ساعتها بيوصل كوجا وبيفهم إن الشخص ده تجسيد جديد لناراكو وإنه كان بيستغل الطفل علشان ياخد قطع الجوهرة منه، وبيتحرك الشيطان اللي معاه علشان يهاجم كوجا هو والطفل، بس بيستخدم كوجا جورايشي وبيقضي عليه في ثواني. وقتها بيهرب تجسيد ناراكو من المكان بعد لما بيقول إن الأفضل لهم ينقذوا أخو الطفل وإلا هيموت. ساعتها بنشوف الطفل التاني جوه شرنقة وبتتحول لفراشة وبتطير بسرعة من المكان، فبيروح كوجا علشان ينقذه. بنرجع لإنيوشا وأبطالنا اللي بيشوفوا أتباع كوجا وهم بيدوروا عليه، فبتعرفهم كاجومي إنها حاسة بقطع الجوهرة اللي مع كوجا وكمان قطعتين تانيين، فبيروح أبطالنا بسرعة في اتجاه قطع الجوهرة، وعند الطفل بتطلع أذرع طويلة وبتمسك الفراشة، ولما بيوصل كوجا لمكانها بيتفاجئ بموريو مارو قدامه وبيكون قابض على الطفل الصغير، فبيخرج كوجا جورايشي علشان ينقذه، بس قطع الجوهرة بتخلي ما يتحركش مرة تانية، فبيطلق عليه موريو مارو هجوم قوي وبيكون على وشك انه يقضي عليه، بس بيجي الطفل التاني وبينقذه على آخر لحظة، لكن بيستغل موريو مارو الموقف وبيخرج أذرع طويلة وبيقبض عليهم هما الاتنين، وبيكون على وشك انه يمتصهم جوه جسمه، بس بيوصل إنيوشا على آخر لحظة وبيطلق جرح الرياح على الأذرع وبيحررهم، وبتروح سانجو على ظهر كيرارا وبتنقذ الطفل التاني، وبيستخدم إنيوشا هجوم وابل الشظايا الصلبة، بس بيمتصوا موريو مارو باستخدام درعه الجديد وبيدمجوا مع دراعه وبيستخدمها في إنه يقبض على كوجا. وبتفهمهم كاجومي إن روح ميدوريكو بتسيطر على قطع الجوهرة اللي مع كوجا علشان كده هو مش قادر يتحرك. وقتها بيستخدم إنيوشا تسايجا المغطى بحراشف التنين وبيهاجم موريو مارو، وبالفعل بيمتص جزء من طاقته الشيطانية، بس للأسف جسم إنيوشا مش بيستحملها فبتطيره الطاقة وبتوقعه على الأرض، وبيتعصب موريو مارو جدا. في نفس الوقت بيفهمهم ميروكو إن طاقة موريو مارو الشيطانية كبيرة جدا ومستحيل جسم إنيوشا يستحملها، فبتروح كاجومي لإنيوشا وبتعرفه مكان قطعة الجوهرة اللي مع موريو مارو وبتستخدم سهم من سهامها علشان ترقيها لكنها بتفشل، فبيروح إنيوشا وبيهاجم نفس المكان وبالفعل بينجح الهجوم وبيتحرر كوجا اللي بيستخدم جورايشي على طول وبيدمر ذراع موريو مارو تماما. بس في وسط القتال بيتخانق إنيوشا وكوجا كالعادة، فبتطلب منهم كاجومي وحدوا قوتهم بدل ما يتخانقوا ويقضوا على موريو مارو، فبيروحوا بسرعة وبيهاجموه وبيتفتح نفس الجرح اللي سيشو مارو سببه قبل كده، وبتخرج الطاقة الشيطانية من جسم موريو مارو وبتروح لتسايجا، فبيروح إنيوشا يهاجمه تاني لكنه مش بيستحمل كم الطاقة الشيطانية اللي خارجة من موريو مارو، فبيطير وبيقع في الأرض وبيفقد وعيه وكمان بيفقد تسايجا قوته، فبتروح كاجومي بسرعة تطمن عليه وبيتعصب كوجا وبيروح يهاجم موريو مارو، لكنهم بيكتشفوا إنه هرب من المكان. وقتها بيوصل عندهم تجسيد ناراكو الجديد وبيقول إنه اسمه بياكويا، فبتصوب كاجومي أسهمها عليه وبيستعد كوجا لقتاله، لكنه بيسيبهم وبيمشي وبيقول إنه لسه ما خدش أوامر لقتالهم، وبيفوق إنيوشا بعدها وما بيكونش عارف إيه اللي حصل. وبعد شوية بيوصل بياكويا عند ناراكو وبيعرفه قوة سيف إنيوشا الجديد وبيقول إن السيف بيأذي إنيوشا أكتر ما بيساعده، فبيفرح ناراكو جدا لأن تسايجا ممكن يقضي على إنيوشا بنفسه، أو إن إنيوشا يقدر يسيطر على القوة الجديدة ويقتل موريو مارو بداله، وفي الحالتين هو الكسبان. وعلى الجانب الآخر بنشوف كوهاكو اللي بيوصل عند كيكيو وبيعرفها إنه مستعد يضحي بنفسه في مقابل إنهم يقضوا على ناراكو، فبتاخدوا كيكيو معاها. بنرجع لأبطالنا اللي بيودعهم كوجا وبيقرر إنه ينفصل حتى عن أتباعه
لأن إرادة ميدوريكو بدأت تسيطر على قطع الجوهرة اللي معاه، والأول مرة بيطلب من إنيوشا بهدوء إنه يحاول يسيطر على قوة تسايجا الجديدة، وبيسيبهم وبيمشي لوحده. في نفس الوقت بنشوف شيطان اسمه كينكا بيقاتل أخوه اللي اسمه جينكا، وبيقولوا إن لازم واحد فيهم يموت علشان التاني يتحرر. وبنشوف موريومارو واقف في مكان قريب وبيراقب القتال بينهم. ساعتها بيطلب منه الجزء التاني من الرضيع إنه يروح ويمتص قوة كينكا وجينكا لأنها تخلي درعه أقوى. وبالفعل بيروح موريومارو يهاجمهم. بنرجع لأبطالنا وبيروح شيبو وكيرارا يستدعوا توتوساي، اللي أول لما بيوصل بيطلب من إنيوشا تسايجا، وبمجرد لما بيمسكه بيقول إن مفيش مشكلة فيه، المشكلة في إنيوشا نفسه لأنه نصف شيطان وقوته مش كافية. علشان كده تسايجا حرق إيده علشان يحميه لأنه ممكن يموت لو استمر في امتصاص الطاقة الشيطانية. وبيعرفوا إن الطريقة الوحيدة علشان يقدر يسيطر على قوة تسايجا المغطى بحراشف التنين إنه يروح يقابل روح الناسك الشيطاني الأسطورية، وهي اللي هتساعده في زيادة قوته، وتعرفوا الطريقة اللي يقدر بيها يسيطر على قوة تسايجا الجديدة. بنرجع تاني لجينكا وكينكا اللي بيوصل عندهم موريومارو وبيصيبهم باستخدام الشظايا بتاعته، فبيحاولوا يتصدوا ليه لكنه بيختفي من قدامهم وبيظهر مرة واحدة وراهم وبيقبض عليهم باستخدام دراعاته. بس ساعتها بيخرج واحد فيهم هجوم ناري والتاني هجوم رعدي قوي وبيصيبوه وبيقع على الأرض فاقد قوته. في نفس الوقت بنشوف بياكويا واقف يراقب اللي بيحصل من بعيد، وبيقول إن كده قلب ناراكو هيبقى في خطر ولازم يساعده. لكن بيوصل سيشومارو عنده بيهاجمه، وعند موريومارو بيقدر جينكا يتحرر من الدراعات بتاعته، لكن كينكا ما بيقدرش. فبيستغل جينكا الفرصة وبيروح يقتله، بس للأسف بيتضح إنها خطة موريومارو في الأساس، وبيستغل ده وبيمتص جسمهم هما الاتنين، فبيكتسب قوة جبارة. ساعتها بيقول بياكويا إنه قوة موريومارو الجديدة ممكن بالفعل تقضي على ناراكو. ولما بيلتفت وراه بيلاقي سيشومارو اختفى من المكان وراح عند موريومارو وبيطلب منه يختبر قوته الجديدة عليه. وبالفعل بيطلق موريومارو هجوم ناري رعدي قوي جدا في اتجاه سيشومارو اللي بيستخدم مات زانجيتسوها، فبيفتح بوابة أرض الموتى وبتمتص الهجوم، فبيهرب موريومارو بسرعة من المكان لأنه بيحس بالخطر. وبيكون سيشومارو على وشك إنه يطلق هجوم تاني عليه، بس بيوصل بياكويا وبيخرج متفجرات طايرة في المكان وبيمنعه، فبيستخدم سيشومارو ميد زانجيتسوها تاني وبيفتح البوابة وبتمتص كل المتفجرات. وبيعرفوا بياكويا إنها أوامر ناراكو إن موريومارو لازم يعيش علشان المخطط بتاعه. وعند أبطالنا بتاخدهم بقرة توتوساي لمكان روح الناسك الشيطاني، بس لما بيوصلوا لمكانه بيعرفهم إنه مش هيقدر يدرب إنيوشا لأن في شيطان هاجمه قبل ما يوصلوا وامتص قوته. ساعتها بيقرر إنيوشا يدور على الشيطان ويقتله علشان يقدر يستكمل تدريباته، بس لما بيخرجوا من عند الناسك بيلاقوا أهل القرية كلهم اتحولوا لشياطين، فبيعرفوا من الناسك إنه بسبب قوته الكبيرة واللي الشيطان ما قدرش يسيطر عليها كاملة، وعلشان يمنع إنيوشا إنه يهاجم البشر بشكل عشوائي بيحط سلاسل على تسايجا، وبيعرفوا إنها بس هتتفك لما يقدر يوصل للشيطان الحقيقي. وبعد شوية بيشوف إنيوشا شخصين وبيعرفوا إنهم شياطين حقيقية مش بشر، فبيروح يهاجمهم لكنه ما بيقدرش يسحب تسايجا والسلاسل بتزيد عليه. فبيفهموا الناسك إنهم شياطين عادية وإن التعويذة اللي حطها على تسايجا هتزيد كل ما يهاجم حد غير الشيطان اللي امتص قوته. ولما بيشوف أهل القرية إنيوشا بيهاجم الشياطين بيروحوا علشان يهاجموه، فبيهرب أبطالنا من المكان بسرعة وبيظهر طفل صغير وبيدخلهم بيته وبيقول إن والدته هي كمان اتصابت باللعنة وإنه الوحيد اللي اللعنة ما أثرتش عليه، وبيطلب منهم يساعدوه. لكنهم لما بيدخلوا البيت بيحس الناسك بقوته خارجة من جسم أم الطفل وبيعرفوا منها الشيطان الحقيقي، فبيحاول إنيوشا يسحب سيفه وللأسف السلاسل بتمنعه. وقتها بيحاول ميروكو وسانجو إنهم يساعدوه، بس بتظهر قوة غريبة وبتطيرهم بعيد عن المكان، فبيحاول إنيوشا إنه يشيل السلاسل بالقوة، لكن تسايجا بيحرق إيده تاني وكأنه مش عاوزه يستخدمه، فبيستخدم إنيوشا مخالبه وبيهاجم الشيطان، لكن جسمه بيتجدد بسرعة. فبيقول له الناسك إن مفيش فايدة وإنه لو عاوز ينتصر في القتال ده لازم يوصل لدوامة الشيطان ويقضي عليها. وقتها بيهاجم الشيطان الناسك وبيطيره هو ويشيبه بعيد، وبيفضل إنيوشا وكاجومي بس. فبيروح إنيوشا يهاجم الشيطان وما بيكونش عارف الناسك كان يقصد إيه، وللأسف بيقدر الشيطان يقبض عليه وبيخرج سم قوي من جسمه وبيكون على وشك إنه يموته. فبتحاول كاجومي إنها تنقذه، بس بيتحول الطفل الصغير لشيطان وبيمنعها. فبيتعصب إنيوشا وبيحاول يخلص نفسه من قبضة الشيطان، ووقتها بتظهر دوامات حواليه، فبيفتح
بيفهم ان ده اللي كان يقصده الناسك، فبيهاجم واحدة منهم لكن ما بيحصلش حاجة. فبيقول له الشيطان ان نصف شيطان ضعيف زيه مستحيل يحدد دوامة الشيطان الحقيقية. وقتها بيركز انيوشا جدا وبالفعل بيحدد الدوامة الحقيقية، فبيستخدم انصال الدم وبيهاجم بيها الشيطان وبيحرر نفسه، وبيروح يدمر الدوامة الحقيقية فبيختفي الشيطان وبتتحرر كاجومي هي كمان. بس بيقول انيوشا انه لسه حاسس بالطاقة الشيطانية وان بالتأكيد في شيطان تاني كمان، فبيروح بسرعة للمكان اللي بيحس ان الطاقة خارجة منه، والمفاجأة انه نفس المكان اللي قابله فيه الناسك اول مرة. ولما بيوصلوا للأسف بيشوفوا شيطان ضخم وبيكون قدر يمتص باقي الطاقة من الناسك، وبيتكلم الشيطان وبيقول انه كده قضى عليه تماما، وان السبب اللي خلاه يهاجمه لانه قرر يدرب انيوشا اصلا، وان كل الشياطين خايفين من القوة اللي اكتسبها تسايجا لانها بتشكل خطر عليهم، فكان لازم يمنعوا انيوشا انه يسيطر عليها. فبيقول انيوشا انه هينتقم لموت الناسك. وقتها بيتحرك تسايجا وكأنه بيطلب من انيوشا انه يستخدمه، وعلى طول بيسحبوا انيوشا فبتتكسر السلاسل كلها مرة واحدة، وبيشوف انيوشا دوامات الشيطان في المكان لكنه ما بيكونش قادر يحدد الحقيقية فيهم. وأول لما بيصيب واحدة فيهم بتخرج طاقة شيطانية ضخمة بيمتصها تسايجا لكنها بتطير انيوشا لبعيد، بس بيقوم تاني وبيروح يهاجم الشيطان، لكن بمجرد لما بيلمسه بيخرج غاز سام وبيأثر في تسايجا وبيخليه يتشقق. فبيفهموا الشيطان ان مع كل هجوم على دوامة غلط هيسبب ضرر اكبر لتسايجا، فبيقرر انيوشا انه ما يهاجمش بعشوائية لحد لما يحدد مكان الدوامة الحقيقية، وبالفعل بيقدر يوصل ليها وبتكون روح الناسك نفسه، فبيطلب من كاجومي تسيبه وبيروح يهاجمه وبيقضي على الدوامة اللي خارجة منه، وبالفعل بيموت الشيطان وبيوصل باقي ابطالنا عندهم وبيعرفوهم ان اهل القرية رجعوا لطبيعتهم. والمفاجأة بتتحرك روح الناسك وبتقول لانيوشا انه نجح في التدريب بتاعه وبيتحول وبياخد شكله الحقيقي، وبيعرفهم انه كل اللي كان بيحصل مجرد وهم هو عمله علشان يدرب انيوشا. فبيتعصب انيوشا جدا، بس بيبدأ الناسك يشرح له انه كان بيستخدم قوته دايما بشكل عشوائي وما بيكونش مهتم بأي حاجة، لكنه لما خاف انه يخسر تسايجا فهو بدأ يستخدم كل هجوم بحذر وبيطلب منه يخرج تسايجا. واول لما بيسحبوا انيوشا بيتفاجئ بيه بيشع بنور قوي وبيكون اقوى من الاول كمان، وبيفهموا ان تسايجا مش مصنوع علشان يمتص الطاقة الشيطانية، لكنه بيقطع اي شيطان يقف في طريقه، وعلشان كده لازم ياخد باله من النقطة دي. وبيعرفوا ان بعد لما قطع الدوامة الأخيرة فتسايجا اكتسب جزء من قوة الناسك، وبيتكلم الناسك مع نفسه وبيقول انه ما كانش واثق ان نصف شيطان ممكن يكتسب القوة دي، وان لسه في قوة كمان لتسايجا هتحوله للشكل الأخير بتاعه، بس لازم انيوشا يكتشفها بنفسه. بعد أيام بيوصل أبطالنا عند شجرة شيطانية اسمها يوميجو. بيعرفوا ان الشجرة كانت مختومة من 50 سنة لأنها كانت بتمتص البشر والشياطين، لكنها في الفترة الأخيرة بدأت تزدهر من تاني، ولما جه راهب علشان يجدد الختم امتصته في ثواني. وبمجرد لما بتبص كاجومي للشجرة بتكتشف ان جواها قطعة من الجوهرة المقدسة، فبيفهموا على طول ان ناراكو هو السبب، وبيخرج انيوشا تسايجا وبيطلق عليها جرح الرياح، لكن بيظهر ناراكو وبيتصدى للهجوم فبيتصدموا كلهم وما بيكونوش عارفين هو عاوز ايه. ساعتها بتتحرك الشجرة وبتهاجم ناراكو وبتقدر تخترق الحاجز بتاعه، فبيفكر أبطالنا إنها تقدر تمتصه، لكن بيحصل العكس وناراكو هو اللي بيمتص الشجرة وبيكتسب قوتها وبيسيبهم وبيمشي، فبيطاردوا أبطالنا بسرعة. وعند كوجا بيشم ريحة موريومارو قريبة منه فبيطارده، وأثناء ده بيشوف كيكيو وكوهاكو على طريق في الجبل، وبتحس كيكيو بوجوده بس بيظهر موريومارو وبيدمر الجبل، فبتقع كيكيو بيقدر كوهاكو يمسك في الصخور، فبيروح كوجا ليها وبيفكر إنها خلاص ماتت، بس بتقوم كيكيو بتصوب سهمها عليه وبتطلب منه يسلم قطع الجوهرة اللي معاه، وبتعرفه إن إرادة ميدوريكو هي اللي بتتحكم في الجوهرة، بس بيرفض كوجا فبتهاجمه بالسهم بتاعها، لكنه بيقدر يتفاداه وبيسيبها وبيرجع لمطاردة موريومارو. وقتها بيوصل كوهاكو وبيطلب من كيكيو إنهم يطاردوا موريومارو هم كمان. بنرجع لأبطالنا مرة تانية وبنشوف هالة ناراكو بتدمر كل حاجة بتلمسها وبتحولها لخراب، فبيستمروا في مطاردته، بس المفاجأة إن موريومارو بيظهر قدامه وبيدور قتال بينهم، وبيستخدم موريومارو هجوم قوي وبيدمر جسم ناراكو، فبيتكلم ناراكو وبيفهمه إنه كل ده حصل زي ما هو خطط،
وإن القوة اللي اكتسبها جسم موريومارو لما يندمج معاه هيبقى أقوى بكتير، وبياخد شكل الشيطاني بدراعات كتير وبيهاجم موريومارو بكل قوة، بس هجماته مش بتأثر فيه وبيقدر موريومارو يدمر جسمه تماما. بس وقتها بقايا جسم ناراكو بتروح وتحاوط موريومارو، والمفاجأة إن موريومارو هو اللي بيمتص جسم ناراكو مش العكس. وقتها بتحس كاجومي بقطع الجوهرة بتندمج مع بعض جوه جسم موريومارو وبتعرف باقي أبطالنا، وفي نفس اللحظة بتحس كيكي وهي كمان باللي بيحصل. ساعتها بيخرج صوت ناراكو من جوه موريومارو وبيقول إن آخر قطع الجوهرة هي كمان وصلت، وبيستخدم جسم موريومارو وبيطلق هجوم في اتجاه كوجا اللي بيكون قريب منه بالفعل. فبيروح إنيوشا يساعد كوجا وبيطلب منه إنهم يستدرجوا موريومارو لمكان قريب علشان يقدر يدمر دوامة الشيطان الخاصة بيه. وبالفعل بيجري كوجا وإنيوشا وبيطاردهم موريومارو لحد لما بيوصل لمكان وسط الجبال. فبيخرج إنيوشا من وراه وبيهاجمه، لكن للأسف هجومه بيفشل لأن دوامة الشيطان ما بتكونش ظاهرة. فبيروح كوجا يساعده، بس بيضربوا إنيوشا وبيبعدوا عن موريومارو لأنه كان على وشك إنه يمتصه جواه، وبيطلب منه يهرب من المكان. وأثناء هروب كوجا إرادة ميدوريكو بتتحكم فيه وبتخليه يقف، فبيمسكوا موريومارو باستخدام دراعاته. في نفس الوقت عند باقي أبطالنا بتعرفهم كاجومي إن كوهاكو وكيكيو قريبين، وبتطلب من سانجو تروح معاها. ولما بيوصلوا لعندهم بتطلب كاجومي من كيكيو إنها ما تضحيش بكوهاكو وتديهم فرصة يقضوا على موريومارو بنفسهم. فبتوافق كيكيو وبتاخد كاجومي كيرارا وبتروح بسرعة لإنيوشا بعد لما بتطلب من سانجو إنها تفضل مع كوهاكو. بنرجع لإنيوشا وكوجا وبيكون موريومارو قدر يقبض عليهم هما الاتنين. فبيطلب إنيوشا من كوجا يهاجمه باستخدام جورايشي، فبيطلق كوجا هجومه ناحية إنيوشا اللي بيستخدم تسايجا المغطى بحراشة في التنين، وبيمتص الهجوم وبيوجهه ناحية موريومارو وبيكون خلاص على وشك إنه يخترق درعه ويوصل للرضيع. فبيخرج الرضيع غاز سام بسرعة ناحيتهم وبيفقد كوجا وعيه وبيهاجم موريومارو إنيوشا وبيبعدوا عنه. ساعتها بتوصل كاجومي وبتستخدم سهمها وبتنقي المكان من الغاز. فبياخد موريومارو كوجا وبيهرب من المكان، وبيروح إنيوشا وكاجومي يطردوه لكنه بيضرب كيرارا وبيوقعهم. وفي اللحظة دي بتحس كاجومي إن موريومارو مش قادر يمتص قطع الجوهرة، وبالفعل بنشوف ناراكو لسه عايش جوه موريومارو وبيهاجم الرضيع وبيستخدم قوة شجرة أيوميغو الشيطانية علشان يخترق الحاجز بتاعه ويمتصه. فبيقرر الرضيع إنه يهرب من جوه موريومارو ويخلي إنيوشا يقتله علشان يموت ناراكو معاه. وبمجرد لما بيخرج بيفوق كوجا وبيروح يهاجمه باستخدام جورايشي. فبيتعصب ناراكو وبيخرج غاز سام مرة تانية وبيخليه يغمى عليه، وبيدمر جسم موريومارو تماما وبيسيطر على قوته وبيمتص الرضيع جواه تاني، وبيكون على وشك انه يمتص كوجا هو كمان. فبتروح كاجومي بسرعة وبتحاول انها تساعده، بس للأسف سهمها مش بيأثر فيه. وبتوصل كيكيو وبتشوف اللي بيحصل وبتعرف ان خلاص ناراكو على وشك انه يسيطر على قطع الجوهرة اللي مع كوجا. بس فجأة بيشع ضوء جوه جسم ناراكو وبيكون كوجا اللي بيبدأ يتحرك وبيشوف الرضيع، فبيروح يهاجمه لكن بيخرج غاز سام ويهاجم كوجا. وقتها بيظهر حوالين كوجا درع بيحميه من الغاز وبيقدر بالفعل يوصل للرضيع. لحظتها بيظهر الرضيع بره جسم ناراكو وبيقدر كوجا يخرج، وبنعرف ان ارواح عشيرة الذئب الشيطاني اللي موجودة في جورايشي هي اللي ساعدته. وعلى طول بيفتح ميروكو نفق الرياح وبيوجهه تجاه ناراكو اللي بيقوله انه هيموت من الغاز السام ومش هيقدر يمتصه. بس الحقيقة ميروكو بيكون بيستهدف الرضيع، فبيتعصب ناراكو جدا وبيزود الغاز السام، وللأسف جسم ميروكو ما بيستحملش وبيخرج دم من عينيه ومن بقه. فبيروح إنيوشا بسرعة وبيقفل نفق الرياح، بس قبلها بيقدر ميروكو يمتص جوهرة الفيوهيكي اللي مع الرضيع واللي أخدها ناراكو قبل كده من جاكو سانجين علشان يخفي وجوده. فبيتكلم ناراكو وبيقول إن لولا إنيوشا قفل نفق الرياح كان هيقدر ميروكو يمتص قلبه، وبيسيبهم وبيهرب من المكان. وقتها بيقع ميروكو على الأرض وبيكون على وشك الموت، لكن بتظهر كيكيو وبتقول إنها تحاول تنقي السم اللي دخل جسمه. تاني يوم بنشوف كيكيو بتعالج ميروكو، ولما بيفوق بتعرفه إن جسمه مش هيستحمل إنه يمتص سم ناراكو أكتر من كده، فبيشكرها وبيطلب منها ما تعرفش حد بالموضوع ده. في نفس الوقت بنشوف ناراكو وبيتكلم مع نسخة منه، وبيكون اكتشف خطة كيكيو. بيقرر إنه يندمج مع قلبه مرة تانية علشان يكون عنده فرصة يواجهها باستخدام مشاعر الكره والحقد اللي عنده. بنرجع تاني لكيكيو اللي بتكون على وشك إنها تمشي، وبيروح كوهاكو وراها، بس بيظهر إنيوشا قدامهم
وبيطلب منها ما تضحيش بكوهاكو، فبتعرفه كيكيو إنها بتحاول تنقذ الأرواح وإنها تحاول تنقذ كوهاكو هو كمان. تاني يوم بتوصل كيكيو كوهاكو عند قرية قريبة، وبتلاحظ شبكة عنكبوت ضخمة بتحوط القرية بس ما بتأذيش الناس وبتهاجمها، فبتستخدم درع بيحميها هي وكوهاكو، وبتعرف إنه ناراكو وإنه بيستهدفها هي بالشبكة دي، فبتقرر إنها تراقب من بعيد، وللأسف بيحرك ناراكو الشبكة وبيخليها تصيب طفلة من القرية، فبتضطر كيكيو إنها تنقذها، وبالفعل بتستخدم تعاويذها عليها، بس للأسف بتصيبها الشبكة بلعنة غريبة، وبتعرف إن ناراكو بيعمل كده علشان يلوث جوهرة كوهاكو، فبتطلب من كوهاكو يبعد عنها وبتسيب القرية وتمشي. عند أبطالنا بتلاحظ كاجومي الشبكة بتحوط إنيوشا وبتعرفهم، فبيروحوا بسرعة للقرية وبيعرفوا من أهل القرية إن كيكيو كانت موجودة بس تعبت فجأة، فبيروح إنيوشا لوحده بسرعة وراها، وبنروح لكيكيو في كوخ في الغابة وحواليه شبكة العنكبوت، فبتحاول تنقي الشبكة لكنها بتفشل. ساعتها بيوصل إنيوشا عندها فبتحذره كيكيو، بس للأسف بيكون الوقت اتأخر وبيتحبس إنيوشا معاها، ولما بيحاول يستخدم تسعيجا بيفشل. وبعد شوية بتوصل كاجومي مع باقي أبطالنا وبتحاول تنقي الشبكة بأسهمها لكنها بتفشل، وبتقرر تقرب من الكوخ فبتحذرها كيكيو، بس تاني تحذيرها بيوصل متأخر، ولما بيحاول باقي أبطالنا يدخلوا الكوخ بيظهر حاجز قوي وبيمنعهم. بعد شوية بتلاقي كاجومي نفسها في ذكريات إنيوشا وكيكيو اللي حصلت من 50 سنة، وبتحس بمشاعر كيكيو ناحية إنيوشا فبتزعل جدا، ولما بتفوق بتلاحظ إن جرح كيكيو ظهر تاني، فبتاخد القوس منها علشان تنقيه، بس للأسف بينكسر القوس، فبتفهمهم كيكيو إن ده مخطط ناراكو من الأساس علشان يزرع فيهم مشاعر وحشة، وعلشان كاجومي بتحس بالغيرة من كيكيو فهي مستحيل تقدر تنقي الجرح، فبتقول كاجومي إنها تعمل أي حاجة علشان تساعدها، فبتعرفها كيكيو إن الطريقة الوحيدة اللي هتساعدها بيها إنها تروح ضريح جبل أزوسا، وهناك تقدر تصلح القوس لو عندها إرادة حقيقية في إنقاذها. بعد شوية بتقدر كاجومي إنها تدمر الحاجز وبتخرج وبتطلب من إنيوشا يفضل مع كيكيو، وبتروح مع باقي أبطالنا لجبل أزوسا، بس لما بيوصلوا بتختفي كاجومي فجأة وبتظهر لوحدها على السلم، فبيعرفهم ميروكو إن ده اختبار مقدس ولازم كاجومي تخوضه لوحدها. في نفس الوقت بيوصل بياكويا للمكان اللي كوهاكو مستخبي فيه، فبتطلب منه مساعدات كيكيو إنه يهرب، وبيتصدوا ليه بنفسهم لكنه بيقدر يقضي عليهم، بس كوهاكو بيكون قدر يهرب، وبتحس كيكيو باللي بيحصل وبتعرف إنيوشا إنهم لازم يروحوا لكوهاكو بسرعة. وعند كوهاكو بيبدأ بياكويا يطارده وبيقدر يصيبه بتعابين سامة وبيوقعه على الأرض، وبيكون على وشك إنه يقبض عليه، بس بيوصل سيشومارو على آخر لحظة وبيستخدم ميد زانجيتسوها، فبيهرب بياكويا من المكان بسرعة. وبعد شوية بيوصل إنيوشا وكيكيو للمكان، بس ما بيلاقوش كوهاكو وبيعرفوا إن سيشومارو خدوا معاه. بنرجع لكاجومي اللي بتلاقي كيان غريب بيظهر قدامها، وفجأة بيتحول وبياخد شكل كيكيو، وبتاخدها وبتطلع للضريح وبتديها القوس، وبتعرفها إنها بس لو عاوزة تنقذ كيكيو فهي تقدر تغادر الجبل. ولما بتنزل كاجومي على السلالم بتفضل ترجع كل مرة، فبتعرف إن في مشاعر سلبية جواها مش عاوزاها تنقذ كيكيو. وقتها بتشوف إنيوشا قدامها فبتروح بسرعة وراه، بس لما بتوصل له بيكون شايل كيكيو مش قادر يشوفها، وبتبص لها كيكيو نظرة شريرة، فبتحس كاجومي بمشاعر الغيرة أكتر وبتختفي الأرض من تحتها وبتقع. في نفس الوقت بنشوف كيكيو في مكان تاني مع إنيوشا، وبتعرفوا إن في حاجة حصلت لكاجومي وإنهم لازم يروحوا الضريح بالسرعة وينقذوها. بنرجع تاني لكاجومي اللي بتكون وقعت من على منحدر في الجبل وماسكة في أفرع الشجر، بس بتحس إن القوس تقيل جدا ومش قادرة ترفعه. وقتها بتظهر كيكيو قدامها وبتطلب منها القوس، فبتعرفها كاجومي إنها مش قادرة ترفعه، فبتتعصب كيكيو وبتقول إنها مش عاوزة تنقذها لأنها بتحس بالغيرة. وبتظهر الروح الحارسة للجبل وبتطلب من كاجومي تحدد موقفها، وبالفعل بتتكلم كاجومي وبتقول إنها مش بتحس بالغيرة وإنها عاوزة تنقذ كيكيو، وإن كل كلام كيكيو اللي قدامها بس هو اللي كان بيشتتها. ساعتها القوس وزنه بيخف وبتتحول كيكيو لشباك عنكبوت، وبيتضح إنها نسخة ناراكو هو اللي عاملها. في نفس الوقت بيوصل إنيوشا وكيكيو للجبل، فبتطلب منه يروح ينقذ كاجومي، فبيطلع بسرعة على السلم علشان يوصل لها. وعند كاجومي بتتحول أغصان الشبكة هي كمان لخيوط عنكبوت وبتتقطع، فبتقع كاجومي من المنحدر. بنروح لناراكو وهو بيتكلم مع بياكويا اللي بيعرفه إن كاجومي قدرت تتحرر من الشبكة بتاعته، فبيقول ناراكو إنه هيروح يقتل كيكيو بنفسه،
بنرجع لإنيوشا اللي بيوصل عند كاجومي وبينقذها، بس وقتها بيحسوا بهالة ناراكو في المكان، وبيحس باقي أبطالنا هم كمان بيها، فبتطلب كيكيو من كوجا يهرب بسرعة لكنه بيرفض. وقتها بتوصل شبكة ناراكو عندهم وبتحاوطهم وبتطير بيهم، فبيروح إنيوشا وكاجومي وراهم بسرعة وبتاخد الشبكة باقي أبطالنا لمكان ناراكو. بس على آخر لحظة بتحررهم كيرارا وبيهربوا كلهم إلا كيكيو اللي بتكون فاقدة كل قوتها، فبيمسكها ناراكو وبيعرفها إنها تموت بين إيدين أكتر شخص بتكرهه. فبيروح كوجا بسرعة يهاجمه باستخدام جورايشي، فبتطلب منه كيكيو يهرب بسرعة لكنه بيرفض. وقتها بتلاحظ إن قطع الجوهرة في رجله اتنقت، فبتعرف إن ميدوريكو هتستخدمه علشان تقضي على ناراكو. وعند إنيوشا بتحكي له كاجومي على كل اللي حصل، فبيقول لها إنيوشا إنه كان واثق فيها وإنها تختار تنقذ كيكيو، وبيقول إنهم لازم يروحوا بسرعة ينقذوا كوجا واللي معاه. بنرجع لكوجا في قتاله ضد ناراكو اللي بيستخدم النطاق السام بتاعه عليه، وللأسف بتتحكم ميدوريكو في رجله وبتخليه ما يقدرش يتحرك، فبيقبض عليه ناراكو. بس أول لما بيحاول ياخد قطع الجوهرة منه بتدمر دراعاته وبيقع كوجا، فبيروح باقي أبطالنا وبينقذوه. لكن بيمسك ناراكو كيكيو مرة تانية وبيوصل إنيوشا في نفس اللحظة وبيهاجمه باستخدام تسايجا، وبتيجي كاجومي وبتكون على وشك إنها تطلق سهمها عليه، بس بيوصل لها صوت كيكيو وبتطلب منها ما تعملش ده دلوقتي. فبيستخدم إنيوشا تسايجا المغطى بحراشف التنين وبتظهر دوامة الشيطان، فبيهاجمها بس للأسف هجومه ما بيأثرش فيها، فبيسخر منه ناراكو، بس في نفس اللحظة بيدمر جزء منه وبيظهر الظلام اللي جواه والجوهرة المقدسة. فبتعرف كاجومي إنيوشا بده، فبيروح علشان يهاجمها. وقتها بيرمي ناراكو كيكيو من السماء، فبيروح إنيوشا بسرعة علشان ينقذها، وبيبدأ جرح ناراكو يلم من تاني، فبيروح كوجا بسرعة علشان يدمر قطع الجوهرة. بس وقتها بتلاحظ كاجومي إن قطع الجوهرة اللي مع ناراكو اختفت، وبتحذر كوجا لكن تحذيرها بيوصل متأخر وبيقبض عليه ناراكو وبيسحبه جواه. فبيروح ميروكو بسرعة علشان ينقذه وبتفوق كيكيو وبتطلب من إنيوشا هو كمان يروح يساعده. في الوقت ده بيهاجم كوجا ناراكو من جواه باستخدام جورايشي، بس بيخرج ناراكو النطاق السام بتاعه وبيخليه يفقد قوته، وبيوصل ميروكو في نفس اللحظة وبيفتح نفق الرياح وبيهاجم ناراكو اللي بيمسك بدراعه في الجبل وبيقول إنه هيمتص بس الغاز السام ويأذي نفسه. وبالفعل بيكون هو ده مخطط ميروكو أصلا، وبمجرد لما بيختفي النطاق السام بيتحرك كوجا وبيهاجم ناراكو مرة تانية، وبيوصل إنيوشا هو كمان وبيهاجمه وبيقدر يفتح طريق لكوجا، بس للأسف بيكتشفوا إن الوقت اتأخر وقطع كوجا بدأت تتلوث هي كمان. فبتروح كاجومي بسرعة علشان تسأل كيكيو عن مكان الجوهرة لأنها مش قادرة تحدده، بس بمجرد لما بتبص لكيكيو بتعرف إن ناراكو خبى الجوهرة في جسمها، وبتظهر جامعي أرواح كيكيو اللي بتطلب من كاجومي تهاجمها بسهمها. فبيلاحظ ناراكو اللي بيحصل وبيهاجم كاجومي وبتوع من على الجبل، بس بيوصل جامعي أرواح كيكيو بيساعدوها. ساعتها بيهاجم ناراكو كيكيو نفسها علشان ياخد الجوهرة، بس بيوصل سهم كاجومي في نفس اللحظة وبيطهرها، وبيحرك جامعي الأرواح السهم مرة تانية في اتجاه ناراكو مع الجوهرة النقية، فبيخرج ناراكو نطاق سام على آخر لحظة وبيضعف من قوة الجوهرة، بس بيوصل السهم وبيأذي بشدة وبيقدر كوجا يتحرر، فبياخدوا إنيوشا بسرعة وبيهرب، لكن بيقدر ناراكو ياخد قطع الجوهرة من رجل كوجا وبيقاوم الجوهرة والسهم وبيزود النطاق السام بتاعه، وللأسف بيقدر يوقف الهجوم ويلوث الجوهرة مرة تانية. في نفس الوقت بتطلب كيكيو من كاجومي إنها تحمي آخر قطعة للجوهرة وبتكون على وشك الموت، فبتنادي كاجومي بسرعة على إنيوشا اللي بيكون بيهاجم ناراكو، لكنه بيعرفه إن كيكيو خلاص بتموت وبيسيبه وبيهرب. وفي مكان تاني بنشوف كوهاكو اللي بيتحرك بصعوبة، فبتروح لوران وبتطلب منه يفضل معاهم لحد لما جراحه تشفى بالكامل. وقتها بيتكلم سيشومارو وبيعرفهم ان كيكيو على وشك الموت. وعند الزعيمة كايدي في القرية بنلاحظ ان السما لونها اتغير وبتعرف ان في حاجة مشؤومة بتحصل. بنرجع تاني لإنيوشا اللي بيطلب من باقي ابطالنا انه يفضل مع كيكيو لوحده، وبيكونوا كلهم حاسين بالذنب لانهم ما كانوش بالقوة الكافية انهم ينقذوها من ناراكو. وبتتكلم كيكيو مع إنيوشا وبتعرفه انها سعيدة انها تموت بين ايديه، وبيفتكروا ذكرياتهم مع بعض، فبيبكي إنيوشا وبتعرفوا كيكيو ان دي اول مرة يبكي فيها. بس بيوصل جميع الارواح الخاصين بيها وبتخرج روحها وبتودع باقي ابطالنا اللي الحزن بيكون مسيطر عليهم، وبتروح روح كيكيو تودع الزعيمة كايدي هي كمان وبتعتذر لها. تاني يوم بنشوف سيشومارو وهو بيدور على حاجة، وفجأة بيظهر كلب شيطاني فبيروح يهاجمه، بس لما بينزلوا على الأرض بنعرف إنها والدته اللي بتقول إنه أكيد بيدور على معلومات عن تنسيجا. في نفس الوقت بنشوف أبطالنا والحزن مسيطر عليهم،
فبيروح كوجا يستفز إنيوشا علشان يخرجه من حالة الحزن اللي فيها، وبالفعل بينجح في ده. ولما بيكون كوجا على وشك انه يمشي بيقول له إنيوشا انه مش هيضيع المجهود اللي كله بذله لحد دلوقتي. بنرجع تاني لسيشومارو مع والدته اللي بتستغرب ان معاه طفلين بشريين بالرغم من كرهه للبشر، فبيتجاهلها سيشومارو وبيسألها لو والده عرفها اي معلومات عن تنسيجا قبل موته. فبتعرفه ان والده ساب لها حجر اسمه حجر ميدو وطلب منها تستعمله بمجرد لما تشوف سيشومارو، بس بتعرفه ان الحجر هيشكل خطر عليه لكنه ما بيهتمش لكلامها. فبتستخدم الحجر وبيفتح باب للعالم السفلي وبيخرج كلب شيطاني، فبيهاجموا سيشومارو باستخدام ميد زانجيتسوها، بس هجومه ما بيأثرش فيه، وللأسف بيروح الكلب يخطف ران وكوهاكو بيرجع تاني للعالم السفلي. فبيطاردوا سيشومارو بس بتحذروا والدته انه لو دخل بقوته الحالية مش هيرجع، بس بيتجاهلها سيشومارو وبيروح بسرعة ورا الكلب وبيشوف الكلب قدامه فبيروح يهاجمه لكنه بيتفادى هجومه بسهولة. ساعتها بيشوف سيشومارو ران وكوهاكو جوه معدة الكلب وبيظهر جامعي أرواح العالم السفلي، فبيخرج تنسيجا وبيهاجمهم، وبالفعل بينجح انه يقضي على الكلب هو كمان وبينقذ ران وكوهاكو. وبتكون والدته بتراقب كل اللي بيحصل من خلال حجر ميدو، فبتسأل جاكن عن ران وليه سيشومارو بيهتم بيها لكنه ما بيكونش عارف، فبتقول ان ران هتموت في العالم السفلي. بنرجع عند سيشومارو بيفوق كوهاكو، في نفس اللحظة بتوصل شياطين العالم السفلي وبتهاجمهم، فبيروح سيشومارو يتصدى ليهم وبيطلب من كوهاكو ياخد ران ويهرب من المكان، بس أثناء القتال بتقدر الشياطين تكسر الطريق وبيكون كوهاكو ران على وشك انهم يقعوا، فبيروح سيشومارو ينقذهم وبياخدهم وبيروح لطريق العالم السفلي، وبيقول في نفسه انه ممكن يكون في فرصة لتطوير ميد زانجيتسوها لو كمل في طريقه. بس بعد شوية بيحس كوهاكو ان جسم ران بقى بارد وتوقفت عن التنفس، فبيعرف سيشومارو اللي بيروح علشان يستخدم تنسيجا عليها علشان يرجعها للحياة، بس للأسف ما بيلاقيش شياطين العالم السفلي علشان يقتلهم. وقتها بيظهر ظلام شديد وبياخد ران جواه وبيختفي، فبيروح سيشومارو وكوهاكو يطاردوه، بس وقتها بتفتح والدته قدامهم طريق وبتطلب منه يخرج لأنه لو كمل مش هيرجع تاني، لكن بيرفض سيشومارو وبيختار انه يكمل في طريق الظلام علشان ينقذ ران، وبيرفض كوهاكو انه يسيبه وبيروح معاه، وبيكمل سيشومارو في الطريق الجديد اللي اختاره وبيكون شامم ريحة ران، وبيظهر قدامه مرة واحدة شيطان عملاق وماسكها في ايده، فبيعرف سيشومارو انه حارس العالم السفلي، وكل لما بيقربوا بيحسوا بطاقة قوية جدا بتسحبهم للعالم السفلي، وبتكون على وشك انها تسحب كوهاكو بالفعل، فبينقذوا سيشومارو على اخر لحظة وبيعرفوا انها اخر مرة هينقذوا فيها. وبيروح سيشومارو يهاجم حارس العالم السفلي وبينجح بالفعل انه يقضي عليه باستخدام تنسيجا، بس للأسف ران ما بتصحاش. وقتها والدته بتسأل جاكن لو ان ران رجعت للحياة قبل كده باستخدام تنسيجا، فبيعرفها ان ده حصل بالفعل، فبتقول انه مستحيل ران ترجع مرة تانية للحياة. وعند سيشومارو بيحس بحزن شديد وبيرمي تنسيجا وبيقول انه ما بقاش محتاجه لو مش هيقدر ينقذ اغلى حد بالنسبة له، فبيقع تنسيجا في الارض وبيحس بمشاعر سيشومارو فبيشع بنور قوي وبتتحرك كل الارواح اللي في المكان علشان توصل له، فبيمسك سيشومارو تنسيجا مرة تانية وبيخرج منه طاقة ضخمة جدا، فبتشوف والدته اللي بيحصل وبتقول انه طهر كل ارواح العالم السفلي. وفي نفس اللحظة بيستخدم سيشومارو ميد زانجيتسوها وبيفتح طريق ضخم جدا وبيرجع منه مع كوهاكو وران لعالم البشر، فبتقول له والدته ان تنسيجا بقى اقوى من الاول وانه حصل على القوة اللي عاوزها، وبتسأله هو ليه حزين بالرغم من ده، فبيتجاهلها سيشومارو وبيسألها لو كانت تعرف ان ده هيحصل لران، فبتعرفه انها ما كانتش تعرف ان ران رجعت للحياة مرة قبل كده، وبتعرفه ان تنسيجا بيقدر يستدعي روح كل شخص مرة واحدة بس من العالم السفلي، لكنها بتروح وبتستخدم حجر ميدو على ران وبترجع روحها مرة تانية وبتقول له انها هدية لزيارته لوالدته بعد المدة دي كلها. فبيفرح سيشومارو جدا وبيتحركوا كلهم علشان يغادروا المكان، بس بتوجه والدته كلامها لكوهاكو وبتعرفه انه رجع بس بسبب قطعة الجوهرة اللي معاه، بس لو حصل ومات فحتى تنسيجا أو قوتها مش هيقدروا يرجعوه للحياة مرة تانية. وعند أبطالنا بيفتكروا كلام كيكيو وبيقرروا يدوروا على كوهاكو علشان يحموه ويحموا آخر قطعة من الجوهرة. بنروح لكانا اللي بتوصل لمكان موت كاجورا وبتكون حزينة عليها وبتاخد مروحتها وبتغادر المكان. في نفس الوقت بنشوف ناراكو في القلعة بتاعته وبيكون لسه بيتعافى من سهم كيكيو الأخير،
وبنعرف ان في جزء من الجوهرة اتنقى بالسهم وده بيأذيه وكان هيدي الفرصة لإنيوشا يقتله أثناء القتال. بنرجع لأبطالنا اللي بيوصلوا القرية متحوطة بأزهار غريبة وبتسبب حساسية لشيبو وكيرارا، وبيحس إنيوشا بإحساس غريب ناحيتها. وقتها بيوصل 2 من أهل القرية وبيطلبوا منهم يفضلوا فيها لتاني يوم، وبياخدوهم لبيت معمول مخصوص للرحالة اللي بيمروا بالقرية. بعد شوية بيروح أهل القرية لشخص وبينادوه بأمير الزهور وبيعرفوه إن في رحالة وصلوا القرية. ولما الليل بيجي بيحس إنيوشا إن ريحة الزهور زادت، وبتصحى كاجومي وبتطلب منه يرتاح، وبينها وبين نفسها بتقول إنه ما نامش من وقت موت كيكيو، بس بيقول لها إنه حاسس بحاجة غريبة من وقت وصولهم القرية. وفعلا بيظهر أهل القرية وكأنهم مسحورين من قدام البيت اللي هم فيه، وبتخرج أغصان غريبة من الأرض وبتلف حوالين جسمهم وبيخرج دم من عينيهم. وفي اللحظة دي بيصحى بقى يا أبطالنا وبيهاجم ميروكو الأغصان بتعاويذه، فبتختفي الأغصان والزهور حوالين التعاويذ، بس بيقع أهل القرية المصابين على الأرض وبيتحولوا لتربة. فبيستغرب أبطالنا جدا. وقتها بيظهر أمير الزهور وباقي أهل القرية بيطلبوا منه يحولهم هم كمان، فبيزيد استغراب أبطالنا وبيفهموا من أمير الزهور إنه بيستغل رغبة الناس في الراحة من المعاناة بتاعتهم وبيستخدمهم كتربة للأزهار بتاعته. في نفس اللحظة بتشوف سانجو كوهاكو وبيغمى عليها، وبيستخدم أمير الزهور مخاوف وحزن كل فرد في أبطالنا، فبيطلق عليه إنيوشا هجوم جرح الرياح، لكنه بيهرب من المكان بسرعة، بس بيلاقوا دم مكانه وبيعرفوا إنه اتصاب. فبيروح إنيوشا وكاجومي بسرعة يطردوه، وبيفضل ميروكو مع سانجو. وقبل ما يمشوا بيدي ميروكو لكاجومي تعويذة من تعويذه وبيطلب منها تلبسها في إيديها. وأثناء المطاردة بيقول إنيوشا في نفسه إنه مش هيسمح لحد إنه يستغل مشاعر الحزن بتاعته على كيكيو ضده. بنروح لكانا مرة تانية وبتوصل عند بحيرة وبترمي فيها مروحة كانا، بس بيوصل عندها بياكويا وبيعرفها إن ناراكو عاوزها تستدرج إنيوشا وأبطالنا، وبيقول لها كمان إنه طلب منها تحرر قوة المراية بتاعتها. بنرجع لإنيوشا وكاجومي اللي بيوصلوا قلعة أمير الزهور، وبيكتشف إنه الدم اللي سابه كان مزيف علشان يستدرجهم، وبيتكلم وبيقول إنه عارف إن إنيوشا حزين بسبب موت كيكيو وإنه عنده رغبة في الموت علشان يحصلها، وبيقول له إنه هيحقق الرغبة دي ليه. ومرة واحدة بيتجمد إنيوشا في مكانه وبتتحول الأزهار تحت رجليه لبركة من الدم وبتسحبه جواها. فبتروح كاجومي بسرعة علشان تنقذه لكنها بتفشل. وقتها بتروح الأغصان علشان تهاجمها، بس تعويذة ميروكو بتحميها، وبتحس بالحزن على إنيوشا وبتقرر تنقذه بأي طريقة. وعند إنيوشا بيفوق وبيلاقي نفسه في مكان مع كيكيو وبتطلب منه يروح معاها، فبيستسلم تماما. في نفس الوقت بنشوف أمير الزهور قدام جسم إنيوشا اللي متعلق في شجرة، وبيقول إنه خلاص قدر يحصل على روحه. وعند كاجومي بتروح بسرعة للقلعة، بس بيكون في حاجز بيمنعها من الدخول، فبتستخدم أسهمها وتهاجم الحاجز وبتنادي على إنيوشا. فبيقول أمير الزهور إن الوقت خلاص فات، بس المفاجأة بيوصل صوت كاجومي لعقل إنيوشا وبيفوق وبيقطع الأغصان اللي بتربطه بالشجرة وبيهاجم أمير الزهور. وقتها بيتحول أمير الزهور وبياخد شكله الشيطاني وبيهاجم إنيوشا وبيحبسه في أغصان وبيستهدف قلبه. في نفس اللحظة بتستخدم كاجومي سهم من أسهمها بعد لما بتربطه بتعويذة ميروكو وبتوجهه على القلعة، وبالفعل بيخترق الحاجز وبيصيب أمير الزهور. فبيتحرر إنيوشا وبيخرج بسرعة يطمن على كاجومي وبينقذها على آخر لحظة من الأغصان اللي حواليها. فبيتكلم أمير الزهور وبيقول إنه هيمتصها هي كمان لأن حزنها أكبر من أي شخص قبله. بس بتفوق كاجومي وبتقول إن مش من حقه إنه يدخل قلوب الناس ويتجسس عليها، وبتبدأ تهاجمه بأسهمها، وبالفعل بتضعفه الأسهم. فبيروح يهاجم كاجومي من وراها، بس بيشوفوا إنيوشا وبيروح يقضي عليه وبتختفي الأزهار تماما من القرية. بعدها بتروح كاجومي تطمن على جراح إنيوشا، فبيعتذر لها لأنه كان أناني، وبيقول إنه شافها في الحلم اللي كان بيحلمه وهي اللي أنقذته، ومن دلوقتي فمش هيسمح بأي حاجة تشتته عن حمايتها مرة تانية. بنروح لكانا اللي بتنزل البحيرة وبتفضل المراية بتاعتها على وش البحيرة، وبتتحول البحيرة كلها لمراية ضخمة وبيخرج نور قوي منها. تاني يوم بيغادر أبطالنا القرية، وبيتضح إن بياكويا بيراقبهم بعينه من بعيد وبيعرف ناراكو بتحركاتهم. بعد شوية بيقابل أبطالنا مجموعة من القرويين وبيعرفوهم إن في نور ضخم ظهر في الجبل بالليل، وبيشم إنيوشا ريحة ناراكو من المكان، فبيعرف أبطالنا وبيروحوا بسرعة للمكان. وبيوصلوا عند البحيرة وبيتفاجئوا إن المية اتحولت لمراية ضخمة، وبيلاحظوا مراية كانا في نص البحيرة، وفجأة بيخرج شيطان ضخم من المراية وبتظهر كانا جنبه. فبيروح إنيوشا يهاجمه باستخدام تسايجع، بس وقتها بتأمر كانا الشيطان يهاجمه، وبيظهر نور شديد جدا بيخلي أبطالنا مش شايفين حاجة، وبيخرج الشيطان من إيده سيف نسخة طبق الأصل من تسايجع.
فبيهاجموا إنيوشا باستخدام جرح الرياح، بس المفاجأة إن الهجوم مش بيخرج من تسايجا، وفي نفس اللحظة بيطلق الشيطان من تسايجا اللي معاه هجوم جرح الرياح عليهم، فبيتصدموا كلهم وبيهربوا على آخر لحظة. بس بيرفض إنيوشا الاستسلام وبيستخدم هجوم وابل الشظايا الصلبة، وللأسف تاني بيحصل نفس اللي حصل وبيطلق الشيطان نفس الهجوم عليه وبيفشل إنيوشا، فبيهرب أبطالنا من المكان. وبيروح أبطالنا الكهف قريب يستخبوا فيه، وبيعمل ميروكو حاجز حواليه، وبيكونوا مستغربين من اللي بيحصل، وخصوصا ان إنيوشا لما قاتل داكي كان بيمتص طاقة تسايجا، بس شيطان المراية اخد تقنيات تسايجا مش طاقته. وقتها بتوصل كانا وشيطان المراية وبيستخدم تسايجا الأحمر وبيهاجم الحاجز وبيكسره، وبيوصل بياكويا للمكان وبيراقب اللي بيحصل مع كانا، فبتستخدم سانجو ضربة هيرايكوتس وبتوقع جزء من الكهف عليه، وعلى طول بتطلق كاجومي سهمها عليه فبيصيبه في رقبته، بس للأسف الجرح بيختفي. وفي نفس اللحظة بيظهر جرح على رقبة كانا، وبيستخدم شيطان المراية وابل الشظايا الصلبة، فبيروح إنيوشا بسرعة يتصدى ليه، لكنه بيطيره وبيوقعه على الأرض، بس بيخرج تسايجا شحن الطاقة وبيبعد الشظايا عن أبطالنا. فبيقوم إنيوشا وبيقرر يكمل القتال، وبتروح كاجومي علشان تمنعه، والصدمة انها بتلاقيه يتحول لشكله الشيطاني، بس المرة دي بيكون فاكرهم ومسيطر على عقله، وبيحس بطاقة تسايجا بتتحرك وبتطلب منه يهاجم الشيطان، فبيروح بسرعة وبيصيب كتفه بهجوم أقوى، بس للأسف بيلم الجرح تاني. في نفس اللحظة بيلاحظ بياكويا ان كتف كانا بيتصاب في نفس المكان بالظبط، وبيفهم ان اي ضرر بيحصل للشيطان بيتحول لجسم كانا، وبيكون ناراكو بيراقب اللي بيحصل وبيفرح بتحول إنيوشا لشيطان، وبيأمر شيطان المراية انه يستخدم تسايجا المغطى بحراشف التنين ويقضي على دوامة إنيوشا الشيطانية. فبيكون ميروكو وسانجو على وشك انهم يتدخلوا، لكن بيمنعهم إنيوشا وبيروح بسرعة يهاجم الشيطان، وبيتفادى هجمة تسايجا المغطى بحراشف التنين، وبيوجه له هجوم قوي بيقسم وشه نصين، بس للأسف بيرجع وشه تاني زي ما كان، لكنهم بيلاحظوا ان وش كانا اتصاب في نفس المكان، فبيطلبوا منها انها توقف الهجوم لانها بتأذي نفسها. فبيسخر منهم بياكويا وبيؤمر كانا تكمل هجومها على إنيوشا، فبتحرك ايديها وبيتحرك الشيطان وبيخرج نور قوي جدا في المكان، وبتظهر مراية ضخمة فوق إنيوشا وبينزل منها هجوم قوي عليه بيخليه يفقد معظم قوته، فبيحاول يهرب بسرعة، لكن المراية بتطرده وبتصيبه كل مرة بهجوم قوي وبتوقعه على الأرض. فبيقرر إنيوشا انه يبطل هرب ويهاجم الشيطان، بس لما بيعمل كده بتظهر مراية قدام الشيطان وبترجع الهجوم تاني لإنيوشا اللي بيطير وبيقع على الأرض. فبتهاجمه كانا بالمراية اللي في السماء مرة تانية، بس بيستخدم إنيوشا الحاجز اللي بيصنعه تسايجا وبيتصدى للهجوم وبيرجعه تاني للمراية، فبيدمرها تماما، وبتدمر المراية اللي في بطن الشيطان كمان، بس بترجع تاني زي ما كانت وبتاخد كانا الضرر زي كل مرة. وبتهاجم إنيوشا مرة تانية فبيستخدم الحاجز، بس للأسف تسايجا بيبدأ يحصل فيه شروخ وبيكون على وشك إنه يتدمر، وبيراقب ناراكو اللي بيحصل وبيقول إن الهدف اللي صنع كانا في الأساس علشانه هو تدمير تسايجا. وعند كانا الجروح اللي في جسمها بتكتر وبتتكسر أكتر كأنها مراية بالظبط. وقتها بتطلق كاجومي سهمها على المراية اللي في السماء، فبتخفيها كانا وبيتوقف الهجوم على إنيوشا اللي بيروح بسرعة وبيهاجم الشيطان، وبيكون على وشك إنه يكسر السيف ويستعيد قوة تسايجا، بس بتضحي كانا بإيدها وبتتصدى للهجوم. وبيبدأ إنيوشا يهاجم الشيطان تاني وبيصيبه أكتر من مرة وبيصيب السيف أخيرا، وقتها بيشع تسايجا بنور قوي وبيطير إنيوشا وبيقع في الأرض. فبتروح كاجومي تطمن عليه وبيكون رجع لهيئته الطبيعية، وبيكتشفوا ان طاقة تسايجا رجعت له وكل الشروخ اختفت. فبيروح إنيوشا يقف قدام كانا وبيعرفها ان القتال خلص وما بيرضاش يقتلها. وقتها بيستخدم ناراكو جسم كانا وبيحوله القنبلة ضخمة بتنفجر في المكان، واثناء ده بتفتكر كانا كاجورا وبتكون فرحانة انها اخيرا اخذت حريتها زيها، وبيقدر أبطالنا يهربوا على آخر لحظة، بس بتصيب شظية عين كاجومي، ولما بيختفي تأثير الانفجار بتعرفهم كاجومي إن الشظية دي كانت عبارة عن رسالة من كانا، وإن الجوهرة اللي مع ناراكو فيها جزء اتطهر في آخر قتال بينهم وده يساعدهم في قتله، وبتعرفهم إن أمنية كانا الأخيرة إنهم يقتلوا ناراكو. فبيزعل أبطالنا على كانا جدا وبيعملوا المراية بتاعتها كشاهد قبر. بس كده بيخلص فيديو النهارده اللي ودعنا فيه 3 شخصيات بكل حزن، فما تنسوش تقولوا لنا رايكم في الكومنتات، ولو حابين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده، في حد تاني هيموت ولا لا، اعملوا لايك وشير في كل مكان. سلام.